تاني حاجه والاهم، اي لعبه فيها مواجهه زي البوكس او المصارعه او الجودو او الجاتسو، انت كل يوم بتنزل فايت مع زميلك او مع حد غريب او ممكن تطلع بطوله بره، ده بيديك دايما احساس ان مفيش ستريس، مفيش ضغط عصبي موجود عليك. فلو واجهت حد في الشارع مش هتعمل اي حاجه جديده غير اللي انت بتعملها كل يوم، هتضرب خصمك. I lost my mind. There's something. اما النقطه الثانيه وهي الجاتسو، هل الجاتسو من الالعاب اللي تنفع للدفاع عن النفس؟ كل اقدر اقول لك ان هي كانت في الاول اداه حرب وحولوها بعد كده ان هي تكون لعبه، ده كانت تكون من الالعاب الاولمبيه. ننتقل للنقطه الثانيه واهم نقطه، دايما المصريين عندهم اقتناع ان الجيم بيخليك تلعب اي رياضه، دايما في مقارنه مش عادله ما بين الفايتر عموما وبين الراجل بتاع الجيم، مش هقول بتاع كمال اجسام، اي حد بيروح جيم عامل فورمه سواء هو بطل في كمال اجسام او مش بطل، وانت عندك كفاءه تضربه ولا هو عنده كفاءه يضربك؟ هو انت ممكن تكسبه ولا هو اللي ممكن يكسبك؟ هو انت اسرع منه ولا هو اللي اسرع منك؟ هو انت عضلك اكبر ولا هو عضله اكبر؟